ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ معاكم عبد اشرف. ده اول فيديو ليا على اليوتيوب. اتمنى ان شاء الله ان هو يفيدكم. الاول بس حابب اعرفكم بنفسي. انت ممكن تكون عارفني لو انت جاي عن طريق الانستا او التيك توك، فتقريبا هتكون عارفني. ممكن تكون عارف حاجة من الشغل اللي انا عامله، زي مثلا الفيديو بتاع الصابونة ده، او مثلا لو انت كنت معانا في الخطة الرمضانية، كنا عملنا كده خطة في رمضان 30 يوم ب 30 توتوريال، عملنا فيها شغل كويس جدا، كنا بدأناها بالفيديو ده. ده يكون اول فيديو على اليوتيوب، وان شاء الله يفيدكم يا شباب. طيب التوتوريال ده زي ما انت اكيد شفت كده، هو هيكون ان احنا نعمل درع اليوتيوب. اللي يهمنا في الاخر ان احنا نعرف نطلع مشهد زي ده، انك تطلع مشهد بنسبة كبيرة واقعي، وبحاجات بسيطة خالص ما فيهوش أي تعب. التوتوريال موجه أكتر للناس اللي عطلانة في النص، اللي هي بدأت من كذا شهر بس برضه مش عارفة توصل ليفل واقعية كويس. الناس دي دايما بشوف ان يعني حقها مهضوم قوي في التوتوريالز. يعني بيكون صعب جدا ان انت تلاقي توتوريال شبهك، توتوريال في الحتة اللي انت محتاجها. لا، بتلاقي يا اما واحد بيعمل شوية حاجات غريبة كده وانت ما تقدرش توصل لحاجة، يا اما تلاقي واحد لسه بيعلمك اساسيات بلندر اللي انت خلاص حفظتها يعني. فاتمنى بجد التوتوريال يفيد كل الناس. يلا نبدأ. اول حاجه عشان نعرف نجيب درع اليوتيوب، فاحنا هنكون محتاجين ريفرنس، فهنفتح جوجل ونكتب يوتيوب اور دايمنشنز، وهيظهر لنا كذا صوره. فانا اخترت دي لانها موجوده على امازون، وامازون بيكون الصور عليه بجوده عاليه شويه، فان شاء الله تفيدنا يعني. ندخل هنا، هنلاقيها هنا كده، فجبنا الدايمنشنز عشان نعرف نشتغل. هنا هنبدا في اهم حاجه انا عايز اهتم بيها باي توتوريال هعمله، وهي فكرة الفايل مانجمنت. هي حاجة مهدور حقها، حاجة ناس كتير بتنسى تعملها، ولكن هي هتساعدك تسكيل قوي قدام، هتساعدك ان انت ما تتعبش قدام، تساعدك ان يكون نفسك اطول قدام. فدي من اهم الحاجات اللي ههتم بيها في التوتوريالز بتاعتي. فتعالوا نظبط الاول للشغل بتاعنا قبل ما نبدأ. دلوقتي ده ريفرنس، فاحنا عايزين نحفظه في مكان. طيب الاول تعالوا نفتح الفايل بتاعنا عادي، ندخل هنشوف احنا بنحفظ ملفات بلندر بتاعتنا فين عادي خالص. فعشان نظبط بقى، تعالوا اعمل معاكم هنا باس جديد في الفايل مانجمنت بتاعي. فهنا ده هيكون باسم توتوريالز. توتوريال. طيب احنا اللي هنعمله دلوقتي اسمه ايه؟ درع اليوتيوب، او يوتيوب بلاي. فيوتيوب بلاي. طيب محتاجين نقسمه لكذا حاجة. اول حاجة هي الريفرنس بتاعنا، ريفرنس. تاني حاجة هو الموديل بتاعنا، وكل ما هنحتاج حاجة هنرجع نعملها. خلينا نبدأ بدول بس دلوقتي. طيب نرجع لجوجل تاني، فمحتاجين نحفظ ده، فهنحفظه مطرح ما عملنا الفايل. فهنيجي هنا سيف از، بعد كده ندخل بلندر، توتوريالز، يوتيوب بلاي، ونروح لريفرنس وهنسميه ريفرنس 1. طبعا التسمية مهمة جدا، بلاش حد يسمي اللي هو كده، لا التسمية دي مش هتفيدك خالص. حاول تسمي الحاجة تبان مملة قوي، لكن والله هيفيدك قوي 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 قدام. فريفرنس 1 ويندوز سيف. طيب دلوقتي بقى عندنا الريفرنس جاهز. يلا بينا نعمل موديل. فأول حاجة هنعملها إن احنا هنشيل كل حاجة موجودة و ماشي. وعايزين نحفظ الفايل في المكان اللي احنا مسيفينه أصلا، فهندوس كنترول اس وهنروح لنفس المكان، هنروح لبلندر وهنروح لتوتوريالز ويوتيوب موديل، وبعد كده هنروح لموديل وهنرجع هنا نسميه. بلاش نسميه موديل مثلا، لان كل بروجكت لو سميته موديل مش هتعرفه من بره، فاحنا هنسميه يوتيوب بلاي موديل. الاسم كبير بس عادي، في الاول والاخر الاسامي فعلا قدام هتساعدك جدا جدا جدا. دلوقتي عشان نبدا محتاجين بقى ان احنا نجيب الريفرنس بتاعنا ونبدا نعمل الموديلنج. فيلا بينا نبدا. الاول هنقف في التوب فيو، هندوس 7. ثانيه واحده افتح السكرين كاستنج، ثانيه بس. سكرين كاست موجود هنا اهو. دي بتتشال من ان، دي بتتشال من تي، ماشي. الكلام ده كله الناس عارفاه يعني. طيب
عشان نعمل موديل فاحنا محتاجين دلوقتي نقف في التوب فيو عشان نحط الريفرنس بتاعنا، شيفت A، وهنضيف الريفرنس. طيب الريفرنس فين؟ الريفرنس احنا عارفين مكانه، هنروح لنفس الكلام لتوتوريالز، يوتيوب بلاي، ريفرنس، هنلاقي اسمه ريفرنس 1، نضيفه هنلاقيه اتضاف معانا كده. طيب ناخده بس ننزله لتحت شوية، ونيجي هنا في الاوباستي نيجي هنا في الاوباستي ونخليها 50%. هنقف في التوب فيو برضو تاني، نحاول نسنتر ده شوية. آه بس نسنتره كده مثلا بس لحد ما كده شوية. طيب عشان نبدأ الشكل قدامنا بسيط خالص، ما هوش محتاج موديلنج جامد. في اكتر من طريقة ان احنا نعمل بيها موديل لده. ممكن نعمله بليس موديفاير على بلين والموضوع يخلص، لكن انا حابب هنا اوريك ان احنا ممكن بحاجات بسيطة خالص، مجرد لوب كاتس وعمالين نحرك حاجات لحاجات. المثلث اللي في النص ده يا دوب هنقعد نحرك فيرتيسيز كده صغيرة والموضوع يخلص. الموديل لو في اخطاء ما يهمش، كل ده نعرف نداريه، كل ده ما يوقفناش. الغرض هنا من التوتوريال انك ما تقفش، يعني ده اهم حاجة من التوتوريال، انك ما تقفش. فتعالوا نبدأ كده والموضوع يكون بسيط ان شاء الله. عشان نبدأ شكل بسيط زي ده فاحنا هنضيف بلين، هنبدأ بس نعمل له سكيل في الواي وسكيل في الاكس، كده الشكل معانا مظبوط. هنقف في الايديت مود ونضيف لوب كات هنا، كمان لوب كات هنا، واحدة هنا، واحدة هنا، وهنمسح الفيس ده عشان محتاجين دلوقتي نعمل سب ديفيجن موديفاير عشان نشتغل بقى بجد. فهنيجي هنا وندوس سب ديفيجن ونخلي ليفلين، او نشيل من هنا خالص وندوس كنترول 1 او كنترول 2 كنترول 3 على حسب الليفل اللي احنا عايزينه. فهنا ليفلين كويسين قوي، كنترول 2. طيب عشان نظبط ده فاحنا محتاجين ايه عشان نخلي ده شبه الشكل اللي عندنا ورا ده؟ فاحنا محتاجين 2 لوب كات هنا، 2 كمان هنا، 2 هنا، و2 هنا، وبقى الشكل عندنا زيه. محتاجين نخلي الحواف شارب، فهنيجي نحط لوب كات كده ولوب كات كده، والمسافة دي كبيرة قوي فممكن نحط هنا لوب كات وهنا كمان لوب كات. عايزين نعمل زي اي درع يوتيوب ان احنا الحفر اللي جواه ده، فهيكون سهل برضو جدا. هنيجي هنا ونحدد اللوب كات دي وننزل نعمل اكسترود في الزد، ننزل شوية، نقف هنا عشان نشوف. لا دي مسافة كبيرة قوي، نطلعها كده، وبعد كده ندوس كنترول اف ونعمل جريد فيل. طيب عايزين نخليها شارب، فهنيجي نحط لوب كات لفوق هنا ولوب كات لتحت كده. طيب محتاجين نخلي ده سموث، فكليك يمين وشيد سموث، كده الموضوع في ايدنا شوية. طيب عايزين نعمل ده، فممكن حاجة بسيطة قوي، مش احسن حل بس برضو انا بقولك عشان ما تقفش. فاحنا هنيجي ثانية واحدة، الموديل بتاعنا نضغط عليه، نقف هنا وهنحدد الفيسز دي ونعمل لهم سب ديفيجن. احنا محتاجين هنا بس عشان ده ناخد دول كده، ده كده، ناخد ده كده، ده كده، نعمل موضوع مانوال وعادي جدا جدا جدا، المهم ما تقفش. بس بقى عندنا بالمنظر ده، ف من هنا لهنا بقى عندنا خلاص المثلث اهو. ده مش احسن حاجة، ده كده كويس، بس خدناهم من هنا. وبعد كده عايزين نعمل اكسترود لفوق لحد ما يوصل لهنا. طيب نخليه شارب برضو، احنا هنضيف لوب كات لفوق، لوب كات لتحت، هنضيف لوب كات كده، لوب كات كده، وعايزين لوب كات كده، ولوب سوري ولوب كات كمان كده بس. وبقى قدامنا تمام، كل حاجة فيه كويسة. طبعا في اخطاء في الموديل عادي جدا جدا جدا، المهم انك ما تقفش، هو ده بس الغرض، انك ما تقفش.
حسيت والله معوج من هنا سنة، ظبط ده كده، بس الموضوع سهل خالص. معوج من هنا، ظبط ده كمان سنة. ممكن تستخدم لوب تول كمان، بس خلي بس الموضوع واحدة واحدة كده، حاجة خفيف خالص. طيب عايزين نعمل السمك بتاعه، فهنيجي هنا كده ونحدد الإدجز دول، ونقف هنا وندوس اي اكسترود لتحت. ايوه لتحت دي سنة، وندوس كنترول اف وجريت فيل بس. عايزين نخلي ده شرب برضو، فهنيجي هنا ونعمل 2 لوب كات، طلعهم كده شوية بس. وبقى عندنا درع اليوتيوب، الموديل بتاعه خلص. بعد ما بنخلص اي موديل، في حاجة مهمة جدا 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 لازم نشيك عليها، وهي النورمالز. فهنيجي هنا بالاوفرليز ونشوف فيس اورينتيشن، هنلاقي ان هو خلاص كله ازرق كده، النورمالز بتاعته مظبوطة. ف كده نقدر رسميا نروح للمرحلة اللي بعد كده، وهي الشيدنج. طبعا بعد ما خلصنا موديلنج، دلوقتي جه وقت الشيدنج، ودي الخطوة اللي هتنقل الموديل بتاعنا من ان هو حاجة كده بالمنظر ده، لان احنا نخليه واقعي وفعلا شكله كويس جدا. طبعا انت خدت راحة شوية في ما بين الموديلنج والشيدنج، يعني رفه عن نفسك كده شوية، وبعدين يلا بينا نبدأ. ف زي ما في الموديلنج احتاجنا ريفرنس، هنحتاج ريفرنس هنا برضو للشيدنج. فنعمل ده ازاي؟ هنيجي هنا نفتح جوجل، وزي ما دورنا هنا يوتيوب اورد دايمنشنز، نشيل الدايمنشنز بس ونبحث عن يوتيوب اورد، هنلاقي ده. طيب دلوقتي انا مش عايز اني وانا شغال افضل افتح بلندر وبعدين ارجع ابص على اليوتيوب، بعد كده افتح بلندر وارجع. ده حاجه مش كويسه. فهنيجي هنا ونحمل برنامج صغير قوي قوي قوي، مجاني جميل سهل قوي، اسمه بيور ريف. هنيجي هنا وداونلود، هنحمله بس كده، تحمله الويندوز. تيجي هنا ببلاش يعني، الدنيا سهله. وبعد ما تحمله تسطبه، وبعدين انا هفتحه عندي اهو، ثانيه واحده. دلوقتي بعد ما فتحناه بيبقى معاك بالمنظر ده كده. هتاخد اي صوره وتحذفها جواه بس. فجأة تلاقي الصورة اتفتحت، تعرف تقرب تبعد تعمل كل حاجة. اعمل كده. نيجي ندور على صورة كمان، عايزين واحد للذهبي برضو، يكون الماتيريال الى حد ما باينة. ده مش باين قوي، بس الماتيريال بتاعت الشايني بارت ده الى حد ما باينة، فهناخدها. وهكذا نفضل بنفس المنظر ده نجمع الريفرنسز بتاعتنا. كل ما تجمع اكتر، كل ما الموضوع كان بقى سهل اكتر. ناخد ده زي ما انتوا شايفين، بص كده على ده، شوف باين قوي الماتيريال اللي احنا هنشتغل عليها عاملة ازاي هنا. وهكذا تلاقي الموضوع بقى ايه احسن معاك. ما تشتغلش اي حاجة من غير ريفرنس خالص. طيب دلوقتي احنا جمعنا الريفرنسز، فيلا بينا بقى نشوف هنتعامل ازاي. هتاخد ده وتصغره خالص كده، وتحطه في مكان مش هتتعامل فيه قوي، زي ما بين الكوليكشنز والموديفايرز وكده. دلوقتي زي ما احنا شغالين وبنعمل فايل مانجمنت من بره، لازم من جوه كمان يبقى فيه فايل مانجمنت. ده اسمه ايه؟ درع اليوتيوب بتاعنا ده الموديل. فهنيجي هنا ونغير بلين دي ونسميها موديل. طيب ده صورة ماهيش امتي ولا حاجة، اسمها ريفرنس 1، بحيث لو احتاجنا اي ريفرنس قدام. طيب هل ينفع نحطهم الاتنين في نفس الكوليكشن؟ برضو لا، ده انت بني ادم رخم. هنيجي عند الموديل هنا وندوس ام. ثانية، السكرين كاست كان قافل برضو، ثانية واحدة. ماشي. بص هنيجي عند موديل وندوس ام، ونعمل كوليكشن ونسميه موديل. والكوليكشن اللي فوق هنسميه ريفرنس برضو بس. فاحنا كده مظبطين الدنيا من عندنا هنا. انا ما عدتش عايز اشوف الريفرنس، فنخفيه خالص كده. ويلا بينا نظبط سيت اب الشيدنج. هنيجي عند شيدنج هنا، ونخلي دي 3D view board عادي عشان نبقى نظبطها بعد كده. تعالى اقف هنا في السوليد شوية. عايزين نضيف كاميرا، فين empty، حط السفير. وفين الكاميرا؟ حط الكاميرا، دوس ان، خلي الكاميرا الروتيشن بتاعها كله 0. اسحب الكاميرا لورا وميلها 90 درجة في الاكس بس كده. اعمل للكاميرا بيرنت مع الامبتي دي، كنترول بي بس. بقى انت عندك ايه؟
كده نعرف نتحكم فيها. طب عايزين نبص هنا من الكاميرا بندوس صفر. طيب انا عايز اظبط الدنيا شوية فهلف ده كده. انا مش عايز الصراحة يبقى وشه لفوق، فنخلي بس وشه كده عشان بس ال HDRI والاضاءة اللي هنبقى نعملها. بس يعني خلينا بس كده الاول. انا من الحاجات اللي هتفيدك قوي انك ما تشوفش اللي بره اطار الكاميرا. فهتيجي هنا وتنزل لفيو بورت ديسبلاي وتخلي باسبورت اوت دي 1. طيب الكاميرا عندك مش هتكون بالطول كده، الكاميرا عندك هتكون معكوسة، هتكون 1080، هتكون 1920 في 1080. طيب احنا مش عايزينها بالعرض، احنا عايزينها بالطول اللي هو مقاس الريل اللي هو زي مقاس موبايلك. فبنعكسها بس، فبنخليها 1080 في 1920 ده اللي هي اتش دي. هتيجي هنا ونخفي الاوفرليز برضو، عايزين نبقى شايفين الدنيا كده. الكاميرا بص شوف، هنبعد ده كده عشان نعرف نشتغل عادي، يعني هو بيتحرك معاك وطول ما انت هنا شغال، فده كويس اوي. هنيجي هنا عند الكاميرا وعايزين نخلي الفوكال لينس بتاعها 135 مثلا. ابعد ده كده شوية بس كده، ناخد ده شوية كده نميله كده عشان نبقى شايفين بس الحاجة بأبعادها ويبقى فيه دبس كده شوية. بس نميل مثلا بس كده بقى مايل، الدنيا مظبوطة تمام. عايزين نعمل هنا، هنشوف النتيجة اللي احنا شغالين عليها. هنا هنشوف الماتيريال فيو، هنا هيبقى عندنا الشيدر نودز بتاعتنا هتكون هنا، وتحت هنا هيكون اليو في اديتور. فيلا بينا نبدأ دلوقتي. خلاص جهزنا السيت اب، فيلا بينا نبدأ الشيدنج نفسه. طيب دلوقتي بقى هنظبط كذا حاجة عشان هنا. بص دلوقتي لو انت يعني لسه ما غيرتش الكلام ده المفروض تبقى تغيره. احنا دلوقتي عايزين نقف هنا في الريندر فيو. لو انت جهازك ما يساعدكش فالموضوع هيكون صعب شوية، فتقدر تستغنى عن اللي انا بقوله ده وتشتغل في الماتيريال فيو عادي جدا. الموضوع هيكون رخم سيكا لكن اريح لك انت. طيب هتلاقي دي عندك معمول على سي بي يو، فعلا هتكون بطيئة قوي. شايف الحركة. هتيجي هنا وتختار جي بي يو، هتيجي هنا عند edit وتروح لبريفرنسز وتيجي هنا على ادونز وتكتب نود رانجلر. المفروض هيظهر في ادونز. طب لو ما ظهرش في ادونز هتلاقيه في جيت اكستنشنز فوقيها وتبحث برضو. ده لكل النسخ اللي اعلى من 4.2. طيب يلا بينا بقى ايه نشوف الدنيا كده ماشيه ازاي ونبدا يعني. فهنفتح السين وورلد ونختار مثلا اضاءه وليكن دي مثلا مش وحشه، او اللي فاتت يا سيدي اللي فاتت. لما نيجي نبص للماتيريال دي كده نلاقيها عبارة عن خطوط بالعرض، يعني فيهم شبه بعض فيهم مش شبه بعض. المهم ان الماتيريال دي كلها على بعض اسمها براشد ماتيريال. طيب براشد ميتال ماتيريال، سوري، ده البراشد ميتال. طيب انا هعرف الكلام ده منين، او انا لسه ببدأ اعرف الكلام ده منين؟ والله ما هتعرفه، يعني انت في الاول والاخر لا انا اعرفه ولا انت كنت تعرفه ولا اي حد يعرفه. انت بتشوف الحاجة وبعد كده تعرفها. يعني ده هيقابلك طول ما انت عمال تعمل تغذية بصرية، طول ما انت عمال تتفرج على الفيديوهات، طول ما انت بتسمع فلان علان ها. لكن طول ما انت قاعد مش بتعمل حاجة طبعا مش هتعرفها. طيب انا يا سيدي مش عارف برضه، يعني حاجة قابلتني اهي. هتاخد الصورة وتحدفها على شات جي بي تي وتقول لي والله، تسأله وتقول له والله اقرب ماتيريال لحاجة زي دي اسمها ايه، هيقول لك اسمها كذا 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 كذا. فلو انت عطلان مش عارف تعملها هتاخد نفسك تفتح اليوتيوب تبحث عن الاسم اللي هو قالك عليه وهتلاقي 1000 من يعمل لك الماتيريال. موضوع سهل جدا. احنا ممكن هنا ناخد الماتيريال جاهزة بس انا حابب اعملها بصراحة، يلا بينا نعملها يعني. طيب الماتيريال هنا عايزين اول حاجة بس نسميها، فنسميها سيلفر. انا بحب اشتغل الماتيريال تحت هنا عشان ابقى بالعرض كده والدنيا شغالة يعني. طيب عشان اخلي حاجة سيلفر اعمل ايه؟ بقلل الرفنس بتاعتها وبزود الميتاليك، فهي قدامك اهي الى حد ما بقت سيلفر. وعايزين نعمل الخطوط اللي بالطول وبالعرض دي بس اول عشان نشوف الدنيا هتمشي ازاي. فهنيجي وهنقوم قايلين عايزين نويز تكتشر ونحط النويز تكتشر كده. واحنا بعد ما فعلنا النود رانجلر اهو بقينا نعرف نستخدم الاختصارات دي. فكنترول تي بيعمل مابنج للتكتشر بتاعتنا، وكنترول شيفت وليفت كليك بيخلينا نشوف التكتشر قدامنا، بيوصلها بالاوتبوت. يعني اي ماتيريال عندنا فيه اوتبوت في النود بتاعتنا، والنود فيها شويه نقط، دي النقط دي اسمها سوكيتس.
فده سوكت وده سوكت وسوكت سوكت. اللي الوانهم شبه بعض بيروحوا لبعض، اللي الوانهم كده كل واحد ليه استخدامه يعني. كل ده هتعرفه بالوقت. احنا دلوقتي عايزين نعمل البراشد ماتيريال ده، فهنلعب في السكيل. هنيجي كده مثلا عند سكيل الاكس، نلاقي ان هو بيعمله بالعرض. احنا عايزين نلاقي العكس يا باشا، عايزينه بالطول. فهنيجي كده نضغطه جامد خالص كده، بس نعمل مثلا كده قليل قوي، لا هنزوده كمان. ماشي الى حد ما تمشي. هنزود الرفنس مثلا شوية، هنزود ديتيلز شوية. لو زودت الرفنس قوي مش هتشوف قوي، بس يعني خلي الرفنس 8/10 كده كويسة جدا. الديتيلز زودها شوية. ممكن السكيل تخلي كده مثلا زودناه شوية، بس يعني ايه مش قوي. نرجعه شوية كمان. هنجيب color ramp. عايزين بس نظبط الموضوع كده سنة. طيب احنا كده حاولنا نظبط الموضوع على قد ما نقدر. احنا مش هنوصل ده بالكلر، لان غلط نوصله بالكلر، احنا هنوصله بالرفنس. طيب لما وصلنا بالرفنس ايه اللي حصل؟ اللون الابيض معناه ان الرفنس بواحد، يعني ده مش هيعكس ضوء. طيب هنعمل ايه؟ هناخد الابيض ده نضغط عليه ونسوده بس كده لحد ما نوصل لحاجة احنا شايفينها تمام. يعني والله ده الى حد ما كويس ومديني شوية من الاحساس ده. طيب هو هنا مش بس مديني المنظر ده، لا ده في كمان يعني زي بروز، في حاجات طالعة حاجات نازلة، فده بنعمله بالنورمال. فهنيجي هنا ونجيب بامب، نحط البامب كده، ونجيب كمان color ramp عشان نتحكم بس في البامب بتاعنا ونحطه هنا، ونوصل الكولر بالهايت، ونوصل النورمال بالنورمال. فوصلنا ده بده. شايف المنظر بقى بشع بصراحة. فتيجي هنا تقلل السترينث خالص، برضو مازال بشع، فتقللها تقللها تقللها لحد ما توصل لانه ايه الى حد ما بيعكس كده. طيب ده برضو مازال مش احسن حاجة. طب هنعمل ايه؟ هتيجي برضو الابيض ده تقلله شوية، تقلله على قد ما تقدر، بس بقى انت عندك كده الدنيا شوية يعني مقبولة. بس تعمل كده بقى الى حد ما معاك حاجة. طيب اوقات الاضاءة بتبقى خداعة، فانت ممكن تغير كده، بس ده مثلا يوري لك ان هو الى حد ما شبه الحقيقي. طيب نغير كده، ما انتش شايف اي حاجة. طيب نحطه هنا كده. هنا بقى نبدأ بقى نشوف. بص كده اتحرك هنا هتلاقي مازال برضو البامب كبيرة قوي. طيب هنعمل ايه؟ نقلل البامب. مفيش يعني، بص الغيها خالص. شايف كده؟ زود شوية، زود كمان كمان. بس اول ما تلاقي بدأ يظهر معاك حتت سودا وكلام من ده، لا كنسل على طول، وقف ايدك كده. تمام قوي. حتت باينة حتت مش باينة، الدنيا تمام خالص. بس كده ده المنظر اللي احنا عايزينه، وده منظر البراشد ميتال بتاعنا، الحتة الشايني دي. طيب هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا ونضيف ماتيريال، ونقف في الايديت مود. هنقف في التوب فيو، ونروح للواير فريم، وناخد دول كده معانا بس كده. في حاجات اتاخدت عندي من هنا، ماشي عادي، اقف كده من بعيد بس. كنترول كده كله راحوا بس خلاص. الظهر مفيش حاجة اتاخدت بس خلاص. هنقف هنا، وهتيجي هنا على الماتيريال التانية وتعمل assign. يلا بقى نعمل ده. هنسميه، نحط ماتيريال ونسميه shiny silver بس كده. عشان نعمل سيلفر برضو هنقلل الرفنس خالص، هنزود الميتاليك. بس بقى عندنا ايه حاجة الى حد ما اهو، بس عايزين نزود الميتاليك هنا كمان سيكا، ونقلل الرفنس كمان سيكا بس خلاص. شايف انت المنظر عندك هنا بقى عامل ازاي؟ بس بقى الى حد ما شبه الحقيقي بالظبط. طيب ناقصنا هنا كذا حاجة. اول حاجة ان احنا نضيف الكلام. فعشان نعمل حاجة زي دي محتاجين نفهم حاجة مهمة قوي في الماتيريال اسمها الماسكينج. فتعالوا نعمل ماسكينج. طيب عايزين نعمل ده، فهنعمله ازاي؟ الاول احنا عايزين نجهز النص ده زي ما انت شايف كده. انا هنا مجهز دول على الستريتور. هسيبهم لك او هسيب لك الفايل، انت تبقى تعدل فيهم براحتك. هنطلع الصورة بي ان جي ابيض واسود.
هنطلع الصورة يعني الكلام بالاسود، الخلفية بالابيض، فعايزين كده بص اكسبورت از، وهنطلعها بي ان جي. زي ما قلنا في فايل مانجمنت، يعني هنروح للمكان اللي احنا متعودين عليه، فهنروح لتوتوريال يوتيوب بلاي ريفرنس، بس هنحطهم. انا هنا حاططهم اصلا، بس يلا تعال نحطهم تاني. نسميه 100K، ده درع 100,000، فاكسبورت وايت يا سيدي. اوكي. طيب هنقفل الجميل ده ونفتح بلندر، وعايزين نحط الصورة اللي عندنا هنا او الكلام اللي عندنا هنا. طيب هنحطها ازاي؟ هنيجي هنا ونضيف image texture، والايمج texture نعمل لها مابنج، ندوس كنترول تي نعمل لها مابنج، وهناخد نفتح اوبن ونروح للريفرنس ونختار التكتشر بتاعتنا. طيب لو ضغطنا هنا هو بالمنظر ده. طيب نعمل ايه ولا نظبط ايه ولا ايه؟ محتاجين نعمل حاجة مهمة قوي، وهي اليو في. فنعمل يو في انرابنج للمنتج اللي قدامنا ده، فهنختاره كله كده ونضغط كده ونعمل يو في بروجكت فروم فيو، هيجيبوا لنا زي ما هو قدامنا كده بالظبط. فتعالوا مثلا كده بس عشان نظبط في اليو في اديتور نبقى شايفين كويس. طيب يو في بروجكت فروم فيو، بس اختار 100K بس. هنعمل كده وكبر كبر، مالكش دعوه بدول لان دول مش مهتمين بيهم دلوقتي. طبعا كل ده ليه حل، كل ده سهل قوي يتحل، بس ما تعطلش نفسك. انت عندك الكلام هنا، هنخلص دنيتنا ونظبط الدنيا وخلاص. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي كده نحدد كله، نحط كده، كبر كمان، نحط كده، نحط كده كده، يعني الى حد ما تمام. طب احنا كله بيتكرر، لا مش عايزين كده، فهنيجي هنا وعند ريبيت دي نخليها اكستند. هو هيخلي الابيض يكستند الصورة، يعني الصورة تكستند كلون ابيض ويسيب لنا اللي احنا محتاجينه ده. طيب انا برضو عايز اظبطها بالملي، فبعمل ايه؟ انا كده كده واقف في الماتيريال بريفيو، كل اللي فات ده المفروض اكون واقف في الماتيريال بريفيو. فبص الريفرنس بتاعنا هنرجع نحتاجه تاني ونوقفه بس كده، ونرجع نجيبه ونحطه هنا. وعايزين نشوف يعني هل ده تمام، احنا ماشيين مظبوط ولا ايه الدنيا. بس حطه كده. طيب عايزين نكبره لسه كمان. طيب هنيجي هنا نقف ونكبر كمان، سوري نصغر اليو في عشان نكبر الكلام. نحاول نسنتره، اتسنتر، ارفعه، بس اترفع بقى متسنتر ومرفوع. مش شرط بالظبط، لا مش شرط بالظبط، ما تعطلش نفسك. في حاجات تساعدنا ان احنا نعمله بالظبط، ايوه في حاجات تساعدنا ان احنا نعمله بالظبط، بس ما تعطلش نفسك يعني، خليك سريع بس. طيب احنا كده ظبطنا ده، يلا بينا نكمل. فهنيجي نعمل ايه؟ عشان نعمل ماسكينج بتاعنا هنيجي هنا ونضيف نود اسمها ميكس شيدر، ودي وظيفتها ان هي تدمج لنا بين اتنين تكتشر. فمثلا لو جينا حطينا دي هنا وخليناها بصفر هيجيب لي الماتيريال الاولانيه، خليناها بواحد هيجيب لي الماتيريال التانية اللي هي الصوره. طيب احنا هنرجعها لنص تاني زي ما كانت، وهنوصل الايمج تكتشر بالفاكتور بده، هنوصله بالفاكتور، يعني هناخد من ده من السوكت ده بس نوصل بالفاكتور هنا. نشوف هنخلي الاتنين فوق بعض ازاي. فهنيجي كده ونروح نضيف برنسبل بي اس دي اف ونوصلها لونها ابيض. لو جيت تلاحظ دي بقت الماتيريال الكبيرة، يعني بص لو خليتها احمر بقت هي دي، وده بقى السيلفر، يعني ده اللون السيلفر اللي احنا كنا لسه شغالين عليه من شوية. طيب حلها ايه؟ حلها ان الابيض يبقى اسود والاسود يبقى ابيض. فنعمل ده ازاي؟ هنيجي هنا بس ونعمل invert color بس كده، بقت عندنا بقى عندي درع يوتيوب، بقى عندي درع يوتيوب، لوجو اليوتيوب نفسه، فعايزين نحطه في نفس المكان. زي ما عملنا ماسكينج في اللي فات هنعمل ماسكينج هنا، نسحب الماتيريال اوتبوت كده شويه ونيجي هنا نعمل كمان ميكس شيدر، ونيجي هنا نقوم حاطين ايمج تكتشر، فنعمل لها مابنج تاني ونوصلها بالكلر وندوس اوبن ونروح لريفرنس وناخد كلمة يوتيوب دي هسيبها لك برضو. طيب
من الحاجات اللي يعني ايه بايظه قوي، بس هي عشان موصلين الكلر بالفاكتور. هنا هنوصل الالفا بالفاكتور عشان بس تظهر لنا بالمنظر بتاعها ده. طيب هنعمل ايه؟ بص كده، ريبيت هنخليها اكستند عادي زي المره اللي فاتت. ومش عايزين نلعب في اليو في، نعرف نلعب في اليو في، نعرف نعمل يو في تاني مخصوص لده، بس هي قدامنا حاجة بسيطة وسهلة وعايزين نظبطها وخلاص. فاحنا قدامنا مثلا ان احنا نحركها من هنا، من النود هنا. فهي تحسها معمول لها كومبريشن كده، مضغوطة في بعضها. فعايزين ان احنا نفكها كده، اللي هو ايه، تعالى لي كده نفكها. فهنقلل السكيل بتاعها في الواي. بعد كده عايزين نحركها شوية في الواي، ننزلها لفوق وتحت. بس الموضوع خلص. وقفنا كده؟ لا هي كده كبيرة قوي، فهنزود لا لا، الكومبريشن سيبه زي ما هو. بس قلل كده، صغر حجمها. بتصغر حجمها ازاي؟ انت بتحدد كله كده وتحرك بقى براحتك. ف حركت كده ماشي كده الى حد ما كويسة. واحرك شوية في الواي، واحرك شوية في الاكس لانها مش متسنطرة. برضو ازود، خليها مفرودة شوية. طبعا ده مش احسن حاجة، بس هو ده اللي قدامك، اعمل. الدنيا خلصت، الموضوع بسيط، ما تعقدهاش على نفسك. احنا الهدف هنا ان احنا نطلع ريندر واقعي. الموضوع مش هيكون صعب ولا اي حاجة. طيب عايزينها بنفس اللون، فهنيجي هنا ده ناخده كده ونحطه هنا برضو، او عادي نقوم رايحين واخدينه كده لوحده موصلينه هنا. بس يعني ايه، نظبطها كده. طيب دي ماتيريال قدامنا اهي، بس عايزين نظبطها. فنظبطها ازاي؟ نيجي بس نحدد دول كده. كل حاجة لازم نرتبها. فنيجي نحدد دول كده ونعمل كنترول جي. بس ده كده الماتيريال الأساسية بتاعتنا. ده أول ماسك، كنترول جي. ده تاني ماسك، كنترول جي. كل دول تعرف تلونهم، تسميهم كده. ده تعرف تعمله، يعني الموضوع بسيط. طيب عايزين نخلي في الطباعة دي شوية يعني بامب كده. فهنيجي هنا تعالى بس نقرب ونضيف نويز. كنترول تي، كولر رامب. بس اسحب دول كده ونضيف بامب، حطها هنا. وصل الكولر بالهايت والنورمال بالنورمال. بس بص كده معايا ثانية عشان هو هنا هيهنج لنا الدنيا. بس بص هنا كده، هنوصل الفاكتور بالكولر رامب وبص اللي هيحصل. بقى عندنا في حتت اهي بيضة وحتت سودا. فنزود السكيل كده ده شوية، ثانية واحدة. بس هنزود، نحط ده في الاوبجكت ونزود السكيل هنا كده شوية، كده زيادة عن اللزوم. فهنيجي للبامب ونقلل خالص خالص خالص. بس بقى عندنا، نزود شوية. بس بقى عندنا كده الموضوع لحد ما متشاف، بس مش احسن حاجة. فهنيجي نزود الرفنس، خليها كده. زود الديتيلز. بس بقت عندك كأنها مطبوع. ايه ده خلاص. بقت عندك كأنها مطبوعة بالظبط. طيب واللي طابع نفس الكلام ده، طابع كلمة يوتيوب تحت. فهناخد ده كله ونوصله بالنورمال دي كمان. ممكن تدوس شيفت وكليك يمين وتعمل نود هنا، بس عشان ايه، تحركها بجي عادي، بجي عادي، بس عشان تبقى مرتب بس كده المنظر. فبس احنا كده خلصنا. معانا كده المنظر ده. بتبص في الظهر، لقينا ان في اليو في الظهر كمان مطبوع عليه. طيب هنعمل ايه؟ ولا اي حاجه. هتيجي كده دوس تاب وتاخد الظهر في اليو في كده، تاخد شويه دول. بس بنضغط، لو احنا عايزين نحدد بالمنظر ده فاحنا بنضغط على الفيس ده، وبعدين نيجي للفيس المقابل للناحيه التانية، ندوس كنترول وشيفت ونضغط. بس بقى كل ده متحدد. طب احنا مش عايزين ده يحصل فيه كده، بنصغر وبنحطها في اي حته بره الصوره دي، او في اي، او حتى هتصغرها خالص وتحطها في الحته البيضه دي. بس طيب بقى عندك اي حاجه في ظهر المنتج ولا اي حاجه في ظهر البتاع ولا اي حاجة، وكله الدنيا تمام يعني. بس كده احنا خلصنا الشيدنج. نعرف نزود شويه حاجات، دي ترجع ليك.
ممكن فعلا نستنى، ممكن فعلا نزود حاجة للشايني سيلفر. بص كده، عشان هو فاضي خالص كده فصعبان عليا يعني. فممكن نضيف بصمات، يعني ممكن نحط له بصمتين تلاتة كده. فنعمل ايه؟ البصمات دي اسمها imperfections. الامبرفكشنز دي لما تضيفها المنتج بيبان لك واقعي اكتر، ولو افورت فيها بتبقى وحشة، لو مش محطوطة خالص بيبقى المنتج يعني ايه، مش احسن حاجة. فنحطها ازاي؟ هنيجي كده وهنضيف image texture، وهنضيف هندوس كنترول تي نعمل لها مابنج، وندوس اوبن، و اجيبها من مطرح ما انا عاينها. imperfections، fingerprints texture، مش عايزها نورمال، عايزها جلاس بس كده. fingerprints اهي. بس لو عملنا كده عشان نشوف منظرها بس، هنلاقي ان دي اكيد مش بصمات بني ادمين، يعني عايزين نكبرها شوية. فنصغر السكيل بتاعها عشان نكبر حجم البصمة. بس كده، مش قوي كده. ماشي كده الى حد ما تمام. طيب عايزين نقلل، يعني مش عايزين كل ده يبان، فنجيب color ramp وهنمشي الاسود كده كده كده، ما تبقاش عندي غير كام حاجة. مشي الابيض شوية بس، او رجع الاسود كده شوية عشان يبانوا شوية. رجع الابيض كده، وهتغمق الابيض سيكة بس، بقيت عندك زهرة حبة صغيرين خالص. هتوصل ده هنا بالسيرفس زي ما هو، وتيجي توصل ده ببامب. فين البامب؟ توصل الكلر بالهايت والنورمال بالنورمال. بقى عندنا كده المنظر هنا بشع. فنظبطه ازاي؟ هنقلل السترينث بس 1/10، مش احسن حاجة. عايزين نقلل ده خالص خالص خالص. بس كده من بعيد الى حد ما، لا مش قوي. بس بقى في بصمات باينة شوية، بس احنا مش عايزين يبقى الموضوع للدرجة دي. طيب احنا عايزين والله نبين البصمات كده، بس عايزين ايه، نخففها شوية. فهنيجي هنا ونغمق ده كده. كل ما تغمقه كل ما تقل شوية، بس حدتها قلت والموضوع بقى ايه، في شوية imperfections اللي هيركز هياخد باله منها، وهيكون مبسوط ان هو شايف حاجة زي دي. بس برضو نعرف نحطها في الرفنس، يعني ممكن نخليها في الرفنس. ممكن حتى ما نحطلهاش بومب خالص، نخليها في الرفنس بس. بس انا شايف دي كده كويسة. بس تعالى برضو نعملها في الرفنس. فهنجيب هنا color ramp ونحطه، نوصل الكلر بالكلر والكلر بالرفنس. هنلاقي ان دي بقت بيضة قوي، فلا هنيجي للابيض ده نقلله 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 بس كده. بس كده، لا ممكن نفتحه شوية. بس كده، بس خلاص. بقى عندنا اهو ماتيريال فيها imperfections عادي، وماتيريال اهي زي اللي احنا شايفينها بالظبط. والموضوع كده زي الفل. خلصنا الشيدنج. طيب دلوقتي بس تعديل كده بسيط واحنا شغالين على البتاع، على الشايني بارت ده. ممكن نقلل السترينث شوية. ده هيكون كويس طالما احنا حطينا في الرفنس، فهيكون الموضوع شكله احلى يعني. هيكون احلى حبتين تلاتة يعني. يعني هيكون في بامب ومش حاسس بيها قوي، فهيكون الموضوع شكله احلى. طيب دلوقتي وانت شغال ممكن تلاقي ايه، ان شايف المنتج كده مش احسن حاجة. فبما ان ده حاجة بسيطة خالص ومفهوش يعني حتت معقدة، حاجة لو بولي كده عسلية، هتزود الليفلز بتاعت السب ديفيجن اخرك 3. اخرك 3 عشان يعني لو انت لسه بتشد ده كده ومفكر الموضوع لعبة، ما جهازك ما يتضايقش منك ولا حاجة. فبس احنا كده يعني خلصنا. ده درع ال100,000. اتمنى تعمل درع ال1,000,000 بنفس الطريقة اللي احنا عملناها، بنفس كل حاجة. الفرق بس بينهم هيكون الحجم. ما تغيرش اي حاجة في الحجم يعني. اعمل ده توأمه بالظبط، غير اللون، خليه جولد بس كده مش اكتر. وبعد كده ابقى سكيل بنفس الحجم بتاعنا. شايف انت الفرق بين الحجمين؟ تعرف انت تجيب السكيل ده او صورة تانية لده او الدايمنشنز بتاع التاني وتظبطه. بس هتلاقي ان انت يعني لو هتظبطه تظبيطة كده خفيفة خالص. وبس كده نبقى احنا خلصنا درع اليوتيوب. انا هقفل الفيديو ده على كده ان شاء الله، ان هو هيكون على قد الشيدنج وهيكون على قد الموديلنج بس.
والجزء التاني هيكون الانيميشن، وهو هيكون اهم فيديو يعني، وهنخلص فيه كل الكلام ده باذن الله. لو انت وصلت لاخر الفيديو فيا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنت شرح عجبك اصلا ولا لا. اتمنى يعجبك يعني. وبس ده اول توتوريال يوتيوب ليا، فالموضوع صعب حبتين، لكن باذن الله الموضوع هيتحسن مع الوقت. ف اتمنى لكم ان شاء الله ان ما تكونش في حاجه وقفت في ايدك، ولو في حاجه وقفت في ايدك اسالني في الكومنتات وهرد، او ادخل على الانستا، ادخل على التيك توك، ابعت لي، هرد في اي حته يعني. الموضوع بسيط وسهل، ويلا بينا على فيديو الانيميشن.